السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة داود باشا، حلوة جدا وسهلة وسريعة. يلا بينا. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، ودي التوابل بتاعتنا. معانا اهم مكون ربع معلقة حبهان مطحون، ومعانا رشة جنزبيل ورشة قرفة، ومعانا السبع بهارات، ومعانا نص معلقة كزبرة ونص معلقة فلفل اسمر، وطبعا الملح بتاعنا. ومعانا البصلتين دول هبشرهم بالمبشرة الناحية الناعمة، وارجع لكم تاني. تابعوا معايا الفيديو، اوعوا تروحوا في اي حتة. دلوقتي جهزنا الحاجات بتاعتنا. هنضيف اللحمة، وهنضيف البصل، وهنضيف التوابل، وهنقلب الخليط ده كويس. وكده خلطنا الخليط بتاعنا. اللحمة عملتها طبعا بإيدي عشان تتماسك كويس. دلوقتي هنعملها، هنصبعها. هنعملها عبارة عن كور مدورة، لأن كفتة داود باشا بتكون مدورة. ودي الكمية اللي طلعت معانا من النص كيلو. دلوقتي بقى هحطها في الفريزر حوالي نص ساعة، او في التلاجة من تحت زي ما تحبي، او ساعة يعني بالكتير. لما احطها في التلاجة واجي اديها صدمة في الزيت هتكون سهلة وما تتفككش معايا. فدلوقتي هشيلها في الفريزر او في التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة، وارجع لكم تاني. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لو عجبكم، وخليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حتة. ودلوقتي يا حبايبي فات حوالي ساعة الا ربع على الكفتة في التلاجة. دول 3 معالق زيت. هسخنهم كويس قوي، وهنحط الكفتة تاخد صدمة فيهم. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خدت الصدمة هنطلعها. كده طلعناها. وفي الصوص بتاعها ده اللي نزل هنحط معلقة ثوم مفروم، كده مع الصوص اللي نازل من الكفتة كله مع بعضه. ودي طماطم عندي مطلعاها من الفريزر هنحطها. نستنى بقى لما الطماطم دي تسخن ونرجع لكم.
ودلوقتي يا حبايبي الصلصة فكت، نضيف بقى عليها نص كوباية مية، وهنضيف لها نفس التوابل اللي حطيناها في الكفتة. هنبدأ بقى دلوقتي ننزل بالكفتة بتاعتنا. وكده خلصت الكفتة بتاعتنا، وده الشكل النهائي. طعمها حلو جدا. هنعمل معاها رز بشعرية. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والشير والانضمام للقناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.